في أرض تتحول فيها كرة القدم إلى شغف يشبه الحياة. يظل النادي الإفريقي ظاهرة فريدة لا تقاس بالألقاب فقط، بل بجماهير صنعت منه فريق الشعب، جماهير الأحمر والأبيض. من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب حضور دائم، صوت لا يخفت، وانتماء لا يتزعزع. هو جمهور لا يعرف الانكسار، يقف خلف فريقه في السراء والضراء، ويؤمن بأن العشق الحقيقي لا تحده النتائج. ومنذ سنة 2015 غابت بطولة الدوري عن خزائن النادي، لكن الحلم لم يغب، بل ازداد اشتعالا في قلوب الجماهير التي تنتظر لحظة التتويج بفارغ الصبر. اليوم يتصدر الإفريقي الترتيب برصيد 59 نقطة، ولم تعد تفصله سوى 3 مباريات عن معانقة اللقب. الموعد القادم ليس مجرد لقاء، بل محطة حاسمة في طريق الحلم. مواجهة أمام الملعب التونسي على أرضية ملعب رادس، وأمام مدرجات مكتظة بأكثر من 25 ألف مشجع، في مباراة تلعب بشبابيك مغلقة. هناك حيث تتحول المدرجات إلى بحر من الأحمر والأبيض، وحيث تختلط الأهازيج بدقات القلوب. لا يكون الجمهور مجرد متفرج، بل يصبح لاعبا إضافيا يصنع الفارق ويدفع فريقه نحو الانتصار. 90 دقيقة تختصر موسما كاملا، بل سنوات من الانتظار. كل تمريرة، كل فرصة، كل هدف قد يكون خطوة نحو المجد. هكذا هو جمهور الإفريقي، لا يكتفي بحب فريقه، بل يعيش من أجله، وحين يناديه التاريخ يكون دائما في الموعد. فهل تكتمل الحكاية هذا الموسم؟ الإجابة ستكتب على أرض الميدان. أما الحقيقة الثابتة فهي أن جمهور الإفريقي انتصر منذ زمن.